السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى كبدة اسكندراني. ريحة وطعم كده هيجيبوا لآخر الشارع. وهنعمل كمان هنحطها كده في سندوتشات. شايفين يا جماعة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة. ولو حابة كمان تعملي الوصفة يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه عندي هنا نص كيلو كبده قطعتها كده يا جماعه شرايح رفيعه بالشكل ده كده اهو. شايفين كده. وبعد كده عندي كمان فلفل اخضر قطعته برضو شرايح رفيعه عشان يستوي معانا بسرعه. معايا حوالي 5 فصوص ثوم ومعايا ليمونه. معايا بقى فلفل اسود، معايا كمون، كزبره ناشفه وشويه من الملح. وعندي كمان حوالي 3 معالق من الخل. هنروح بقى على البوتاجاز علشان نشوف هنعمل ايه. معايا هنا كده طاسه كبيره كده على البوتاجاز. طبعا سخنت الطاسه كويس. هنزل بمعلقتين كده من الزيت بالشكل ده كده. وطبعا الزيت بتاعنا يكون سخن جدا علشان طبعا اول ما الكبده بقى تنزل ما تنزلش الميه بتاعتها. شايفين بقى يا جماعه نزلت بقى بالكبده. طبعا الطاسه بتاعتنا سخنه جدا والنار تكون عاليه. هشوح بقى الكبده بتاعتنا كده في الماده الدهنيه بالشكل ده كده اهو يا جماعه. لحد كده بقى اما تتغير كده وتاخد لون. وطبعا ما بتقعدش كتير على النار ولا اي حاجه. طبعا الكبده من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا خالص على النار علشان لو قعدتيها فتره هتجلد معاكي. هبدأ بقى اقلبها كده يا جماعه. شايفين وزي ما قلتلك النار تكون عاليه. جربي بقى الطريقة دي هتعجبك جدا جدا بشكل. بجد كان طعمها جميل جدا جدا. شوحتها كده خلاص يا جماعة واخدت اللون بتاعها كده خلاص بالشكل ده كده. وشايفين ما نزلتش ولا نقطة مية خالص طبعا علشان النار عالية. بعد كده هنزل كده بحوالي 3 فصوص من التوم بالشكل ده كده. وهبدأ كده اشوح التوم مع الكبدة. وعاوز اقولك بقى تشم الريحة بقى دلوقتي جميلة جدا. يا دوبك بس ياخد كده تشويحة مع الكبدة يا جماعة بالشكل ده كده. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هي الملح والكمون والفلفل الاسود والكزبرة الناشفة. هديهم كده تشويحة مع الكبدة بالشكل ده كده. وزي ما قلتلك النار بتاعتنا عليه. بعد كده بقى هنزل بالفلفل الاخضر بتاعنا. وزي ما قلتلك انا مقطعه رفيع علشان طبعا ما ياخدش سوا على النار. هشوحه كده مع الكبدة بالشكل ده كده لحد كده ما يدبل كده معانا حاجة بسيطة اهو يا جماعة. اديته كده تقلبتين. هبدأ كده اوسع كده حتة في النص كده بالشكل ده. وبعد كده هنزل بقى بفصين توم تاني بالشكل ده كده اهو. هنزل عليهم كمان بحوالي معلقتين 3 كده من الخل. وعاوزه اقولك بقى تشم الريحه بجد جميله جدا. يعني بجد ريحتها كانت جايبه اخر الشارع. وتشوحي بقى كله كده بقى مع بعضه بالشكل ده كده اهو يا جماعه. شايفين ما خدتش معانا وقت خالص. يعني حوالي 5 دقايق بس وبتكون الكبده بقت جاهزه معانا. هديها بس تقليبه كده. وكده خلاص بقى يا جماعه الكبده بتاعتي استوت بقى. بقت بالشكل ده كده خلاص بقى. هطفي عليها النار وهعصر عليها عصرة ليمون. لو انت مش بتحبي الليمون عادي خالص ما تعصريش ليمون. عصرت كده الليمونة بتاعتنا كده بالشكل ده. وهديها بقى تقليبة وكده خلاص الكبدة بتاعتنا بقت جاهزة معايا. هغرفها بقى يا جماعة كده بقى في طبق بالشكل ده كده اهو. وطبعا بقى لو حابة تعملي جنبها ايه شوية مكرونة ايه شوية رز بشعرية براحتك خالص. بس انا بقى النهاردة هعملها كده بفينو. ويا سلام بقى لو عندك رغيفين عيش بلدي بقى تحطيهم فيها كده يا جماعه. الكبده بتاعتي بعد ما خلصت عملت شويه سلطه طحينه كده بالشكل ده. وكده السندوتشات بتاعتنا شايفين عامله ازاي. بجد طريقه سهله وبسيطه. وطبعا الكبده يعني ما بتتاكلش بقى غير مع الطحينه. عملت بقى الطحينه وحطيتها كده في السندوتشات بتاعتنا. ومفيش بقى اسهل ولا ابسط من كده. ولو الوصفه عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.